السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. إن الله يهدي من يشاء. في هذا الفيديو راح نهضروا على هذا الترند اللي ضرب دولة المغرب. الناس كامل راهي تهضر فيه، وحتى الجزائر احنا تاني قاسنا هذا الترند، وبزاف صفحات جزائرية راهي تهضر على هذا السيد. إذا اللي ما يعرفش هذا السيد، اسمه نوفل أو سي نوفل، وكان متحول. كما نقولوا احنا 106. كان هو راجل ولكن كان يتصرف على اساس امرأة. كان يقول للناس انا راني امرأة ما رانيش راجل، وكان مربي شعره ودير المكياج ويلبس قش تاع نساء ويعرف روحه للناس على اساس هو متحول او امرأة. اذا هذا السيد هذا مشهور بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا في الدولة تاع المروك، وعنده مشاكل مع بزاف ناس. وهذا السيد كان عايش في تركيا ويخدم في تركيا، عنده مركز تاع تجميل، ويخدم الحوايج اللي تخص التجميل كما تجميل الأسنان. واللي انشهر بزاف في الفترة الأخيرة بتجميل تاع الأسنان. بزاف ناس راحوا ليه بيخدموا سنيهم، ولكن ندموا وقالوا باللي تعرضوا يعني على النصب والاحتيال، باللي هذا السيد كل لحم دالهم دراهمهم وما خدم لهمش سنيهم. وحصل معاهم يعني، وصارت قضية كبيرة، وخرج هذا السيد قال لهم باللي راكم تشوفوا في الصورة تاعي الى اخر. ولحد الان مازالوا متعاركين وما على بناش شكون اللي عنده الصح وشكون اللي غلط. اذا هذه بالنسبة للمشاكل او لمحة من مشاكل صوفيا طالوني. اذا بالنسبة للحكاية الجديدة هذه اللي ولات ترند، هي توبة صوفيا طالوني. قرر انه يتوب، وقرر انه يكري فندق بلاصة يعني في أحد الفنادق، ويكري الناس باه يدير حفلة كبيرة ويعلن التوبة تاعو قدام الناس كامل، ويقول لهم أنا من اليوم ورايح راني وليت راجل. جاوبكم هذا اخر يوم غنتعاطى فيه مع شي حد، واخر يوم بالنسبه ليا في المعيور في الغوات وفي الصداع. ونجحت خطة صوفيا طالوني. انه كان الحفلة كانت حفلة التوبة حفلة ناجحة. نتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله، انه يكمل في هذه الطريق وما يرجعش للحياة تاعو القديمة. اذا هو وعد الناس وقال لهم اليوم ورايح ولا اسمي سينوفل، وما رانيش رايح نتبدل، وما رانيش رايح نرجع للحياة القديمة اللي كنت عايشها. وبزاف ناس فرحوا له وجاوه، يعني حتى الصحافة ولا ترند، يعني حتى الجزائر ولا الناس يحكيوا عليه. إذا بداية 2025 موفقة إن شاء الله. بالنسبة لصوفيا طالوني، بعد ما كملت الحفلة وروح لدارو، بزاف ناس جاو يتهجموا عليه وجاو يعايروا فيه ويقولوا له راك ما عملتيناش مليح. اذا هو دار فيديو قال لهم باللي من اليوم ورايح خصيبه وراح نبدل الرقم تاع الهاتف نتاعي، ورايح نبدل حياتي وراح نعاود نعيش حياة جديدة. والناس القدم اللي يحوسوا غير على المصلحة ويحوسوا غير على الدراهم ويحوسوا غير على الترند ويحوسوا غير على المشاهدات، ما نزيدش نتعامل معاهم وراح نبدأ حياة جديدة، يعني حياة جديدة. فكانت هذه هي يعني الحكاية تاع صوفيا طالوني، اللي قال لهم خلاص راح نولي سي نوفل من اليوم ورايح، وما عندناش اذا راح يكمل حياته في المغرب ولا يرجع لتركيا. اذا كان هذا هو الترند. هنا وصلت الى نهاية الفيديو، وشكرا على المشاهدة.